ركزي لي بقى شويه كده وهاتي كوبايه من العسل الاسود وبيضه. حاجه سهله وبسيطه وهنطلع منها حاجه تحفه جدا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. ما طولتش كده عليكم عشان بسرعه بسرعه. اول حاجه نزلت بكوبايه العسل الاسود معايا وبالبضايه وباكيتين من الفانيليا. هتقلبيهم كويس بقى بمضرب او باي حاجه. نص كوبايه من الزبده، وكمان عايزه اقول لك ممكن لو عندك سمنه مفيش مشكله خالص، بس الزبده بتدي طعم حلو جدا، زبده دايبه. وكمان بقى هنزل دلوقتي معايا ب3 كوبايات من الدقيق، ويكون منخول. اي دقيق متعدد الاستخدامات، يعني دقيق متعدد الاستخدامات. انا نزلت الاول باتنين ونخلتهم. بصوا، اهم حاجه تبداي في معجنات، تبداي في كيكات، اي حاجه لازم ننخل يا بنات معانا الدقيق كويس جدا. خلاص، نزلت الاول بكوبايتين وبدات بعد كده قلبتهم، وبعد كده هنزل بالكوبايه الثالثه، وبعد كده نزلت بنص كوبايه من الدقيق، رشه ملح، معلقه صغيره من البيكنج باودر. هنقلب كويس بقى كده مع بعض دلوقتي، وبعد كده الاسباتيولا هنضفها ونشيلها وهنبدا نتدخل بايدينا. شايفين؟ هنا بقولك نزلت بنص كوبايه دي، لقيتها لسه القوام ملمش معايا. هنعمل حاجه حلوه جدا جدا، بس بالله عليكي لايك وشير لو عجبك الفيديو، ومتابعه الصفحه او اشتراك في القناه. نبدأ بقى دلوقتي تلميها بإيدك كويس جدا، وما نعجنش، مش هنعجن خالص يا بنات. احنا يا دوبك نخلي بس الدقيق يختفي معانا لغايه ما تبقى، بصوا، لينه معايا طريه. خلي بالك هي طريه. انا نزلت بنص كوبايه، يبقى الاجمالي معايا 3 كوبايات ونص. بعد كده هنعمل ايه؟ هندورها كور كده، وكان عندي تشوكليت شيبس، وهنعمل احلى كوكيز للاولاد بجد تحفه. لو ولادك بقى ما بيحبوش العسل الاسود، اديهم القيمه الغذائيه بتاعتها. وكان عندي كمان قطع شوكولاته قطعتها مربعات كده صغيره جدا، وتحطي بقى كده ايه في الصاج بتاعك او الصينيه مش مدهونه اي حاجه. ومشغله الفرن دلوقتي على درجه حراره 180. واحنا شغالين كده وبنشكل، شغلت الفرن على درجه حراره 180. شكلت الصاج بتاعي زي ما انتم شايفين كده، هيزيد حاجه بسيطه جدا. بصوا، تحفه وسهل. بس الفكره بقى ان انا هدخله الفرن دلوقتي. اول حاجه هدخله بس التلاجة ربع ساعه. دخليه عشان يتماسك معاكي كده ربع ساعه، وبعد كده هندخله الفرن. هيطلع معاكي من الفرن بالقمر ده. شايفين بقى الجمال؟ عايزه اقول لك تحفه ومن غير سكر خالص، مفيد وصحي جدا للاولاد، وحلو ولذيذ جدا. عايزه اقول لك ممكن ما تزينهوش بتشوكليت شيبس، ممكن كمان تعمليه على هيئه بسكوت، يكون رفيعه. عايزه اقول لك من جوه هتلاقيه فادجي، عامل زي قوام الكيك من جوه، مش بقى بسكوت يعني، مش كوكيز اللي هو المقرمش دوت. لا، ده انت هتلاقيه هيقعد معاكي في الفرن. انا قعد معايا في الفرن يعني ممكن، بصوا، ربع ساعه لنص ساعه، من ربع ساعة لنص ساعة على حسب فرنك. هتلاقيه لون من تحت كده خلاص. شايفين؟ تحفة تحفة تحفة. اتمنى لايك وشير لو عجبك الفيديو. السلام عليكم.